هي الناس اللي بتعيط او بتحزن لما كلابها بتموت، الناس دي بتأفور. يمكن اكتر استفسار انا كنت بهرب منه دايما هو انا كلبي مات اعمل ايه. انا مريت بالتجربه دي السنه اللي فاتت. ماكس الله يرحمه مات. انا كنت في دبي هو في الكويت، بس الموضوع كان صعب جدا، ويمكن انا كنت حتى عامل لايف ساعتها وما قدرتش اكمله لما الخبر جالي وانهارت. ويمكن انا كنت فاكر ده بسبب ارتباط عاطفي شويه، او انا بأفور زي بقيه الناس اللي عندهم كلاب. ولكن بما ان انا شخص بحب جدا اشوف الاسباب العلميه ورا اي حاجه، فدورت ورا الموضوع ده ولقيت انه انت طول الفتره اللي الكلب بتاعك عايش معاك فيها انت بتبني معاه روابط نفسية وبتبني معاها روابط جسدية حقيقية فعلا عن طريق التعامل المشترك. دايما ده بيزود افراز الاكسيتوسين اللي هو هرمون الترابط والاستقرار والعاطفة والحب. لما بيحصل وان انت تفقد الكلب بتاعك، ان الدائرة دي بتتكسر، دائرة الاكسيتوسين. هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر والقلق بيبدأ يزيد عندك، ان انت تتوتر، نومك يتلخبط، فبتبدأ كل حاجة في حياتك تتلخبط. مفيش اصلا دائرة دعم نفسي حواليك تساعدك على تخطي حاجة زي كده، خصوصا في مجتمعات عربية كتير. هو ده كلب وراح، ده انت مأفور. بالرغم من ان الحزن على الحيوان الأليف هي حاجة موجودة في الدين، موجودة في علم النفس، موجودة في علم البيولوجي نفسه. النصيحة اللي انا ممكن اوجهها لحد بيمر بحاجة زي كده هي انه اولا حاوط نفسك بالناس اللي فاهمة يعني ايه فقد حيوان أليف. تقبل كل المشاعر اللي ممكن تحصل لك. افهم انه عند فقد اي شخص عزيز او اي شيء عزيز عليك انت بتمر ب5 مراحل نفسية، وانا مريت بيهم عن نفسي. او انت بتبقاش مصدق وتبقى رافض اصلا فكره لا مستحيل ده يكون حصل اساسا. بعد كده بتبدا تدخل في الغضب وليه وازاي. بعد كده تبدا تدخل في المساومه. طب يعني الكلب الجميل الحلو اللي ما اذاش حد ده هو اللي يموت، والناس المؤذيه اللي بتقتل دي واللي بتموت واللي مش عارف ايه لسه عايشين. بعد كده ممكن تبدا تدخل بقى في مرحله الاكتئاب وان انت مش عايز تتكلم مع حد. وبعد كده بتبدأ تدخل في مرحلة التسليم. خلاص يعني هتعمل ايه؟ افهم كويس انه جزء من الحياة، يعني مش هتقدر تهرب منه، هو ده جزء من الحياة ولازم هيحصل للأسف الشديد. يعني حافظ على نفس روتين يومك على قد ما تقدر. تتمشى في اوقات معينة، بتمشي في اوقات معينة، انزل اتمشى. مش لازم في نفس الاماكن لو هتضايقك. لو لقيت الموضوع معطلك بقى قوي في حياتك وان انت فعلا لا مش قادر فعلا، فانت ممكن تلجأ للمساعدة المختصة. وهأكد عليك على نقطة مهمة جدا، وهي لو سمحت ما تحوطش نفسك ابدا بناس مش مقدرين الموضوع ده بالنسبه لك مهم ازاي.